ممكن تكون سمعت الموضوع ده قبل كده، ان الشخص الطبيعي اللي بيتمرن من غير ما ياخد هرمونات يقدر يزيد 10 كيلو عضلات فقط في حياته كلها. والموضوع ده انا سمعته، ممكن انت ما تكونش سمعته، او ممكن يكون هو مش صح بنسبة 100%، بس يعني المتوسط كان بيقول كده، وسمعت ناس كتيرة مدربين مشهورين بيقولوا حاجة زي كده. بس اقول لك على حاجة، انا زدت 45 كيلو، 45 كيلو، وال 45 كيلو اقدر اقول لك عضلات وانا عنده سكر، وده هنجيلها بعدين، وانا عنده سكر وبتمرن بقالي حوالي سنه، سنه ونص، ومن غير هرمونات ومن غير كل الكلام ده، وما باخدش اي مكملات كمان. فلو عايز تعرف انا عملت كده ازاي، اتفرج على الفيديو ده للاخر، لانه هيهمك جدا جدا جدا، وبالذات لو انت لسه بادئ تتمرن او بتتمرن في وقت اقل يعني من سنه او سنتين، فالفيديو ده يهمك جدا جدا جدا. ولو انت عندك سكر هيهمك اكتر، لان اكتر مشكله بيعاني منها مرضى السكر، ودي اللي هدخل لك فيها، ان هم مش بيزيدوا في الوزن. بس عامه الفيديو للناس كلها، مش للناس اللي عندها سكر او الناس الطبيعيه، الفيديو هيفيد كل الناس، فاتفرج على الفيديو ده للاخر لانه والله هو مهم جدا. بس في الاول خالص، انا اسمي خالد ناصر، مصاب بمرض السكر بقالي حوالي 5 سنين، وبتمرن بقالي حوالي سنه، سنه ونص، سنتين. فبشاركك تجربتي كمريض سكر وكشخص بيتمرن. فالقناه دي متنوعه للناس اللي بتتمرن والناس اللي عندها سكر عامه. بنزل نصايح يعني للناس، كل الناس الرياضيه عامه يا عم. تمام؟ فلو انت مهتم بالرياضه، مهتم بالسكر، فالقناه دي ليك. اعمل اشتراك، اعمل لايك، ويلا بينا نبدا على الفيديو. بس في الاول خالص، لو انت شخص عادي وما تعرفش عن السكر النوع الاول، فالسكر النوع الاول اللي بيعاني منه الناس الرفيعه. يعني انت اغلب الناس اللي عندها سكر نوع اول بيكونوا رفيعين، وده اللي حصل لي. انا في بدايه ما اصبت بمرض السكر كنت وصلت لحوالي 35 كيلو، ايوه حوالي 35 كيلو، 30 كيلو، وكنت وصلت للشكل اللي قدامك ده. والشكل اللي قدامك ده كنت زايد فيه في الوزن. يعني انا مش لاقي صور لاول ما اصبت بمرض السكر، بس الشكل اللي قدامك في الصوره ده انا كنت زايد فيه حوالي 5 كيلو او 10 كيلو عن الوزن اللي كنت عليه في بدايه يعني ما خدت انسولين وبدات امشي في العلاج وكده. فعايزك تتخيل انا شكلي كان عامل ازاي. واول حاجه ساعدتني ان انا اعمل الموضوع ده بعد توفيق ربنا، اكيد كل حاجه بتوفيق ربنا، اول حاجه هي الجينات. انا بقى مش هقول لك ان جيناتي خارقه او جيناتي مش موجوده وانا اللي بنيت نفسي. انا الحمد لله عيلتي عامه الجينات بتاعتها كويسه، والحمد لله كل اخواتي اللهم لك الحمد والشكر مش بتمرنوا، ما شاء الله عاملين اجسام كويسه. فالحمد لله جينات العيله بتاعتنا كويسه الحمد لله، يعتبر انا اقل جينات فيهم. تمام؟ فالحمد لله ما شاء الله عليهم. فدي اول نقطه كنا لازم نبدا فيها، علشان ممكن انت يبقى جيناتك ما تكونش 100% زيي، بس برضو النقط اللي في الفيديو ده هتساعدك. لان انت لو جيناتك جباره ومش بتنفذ الكلام اللي هقوله لك في الفيديو ده، صدق انت كل الكلام ده بلح. الجينات مجرد عامل بيسرع من شخص للتاني، لكن الشخصين هيوصلوا لجسم كويس في الاخر. والجينات عندي مش في صالح ان انا ازيد في الوزن، الجينات عندي في صالح ان انا شكل عضلاتي حلو الحمد لله ومريح للعين، وفي نفس الوقت بقدر ابني عضلات بس بطريقه صعبه، بس اللي انا ببنيه ناشف بفضل الله. وده كان سبب من اسباب ان انا اتحول من حوالي 35 كيلو 45 كيلو ل 85 كيلو دلوقتي الحمد لله. كان لازم نتكلم في النقطه دي، لان الجينات بتفرق بشكل كبير، بس مش هي اللي هتحدد اذا كنت هتوصل ولا لا. في الحالتين انت هتوصل. يلا بينا نخش على تاني نقطه، التمرين. سيبك من اللي بيقول لك 80% اكل مش عارف 50% نوم. يا باشا التمرين من غيره انت مش تقدر تعمل استشفاء. هتعمل استشفاء من ايه وانت بتتمرن غلط؟ فنصيحتي ليك في التمرين مش ان انت تتمرن عدد ايام معينه، مش ان انت تعمل كل الكلام ده. نصيحتي اتمرن بالعلم، ما تروحش يعني تلعب اجهزه كل التمرينات، لكن اسمع كلامي في النقطه اللي اقولها لك دي وهتغير لك التطور بتاعك. اتمرن عدد مجاميع قليله وشدتها عاليه. بمعنى الكلمه ما تلعبش يعني للعضله 3 4 مجاميع، لا العب مثلا حوالي الرينج الكويس ليا. انا بلعب من حوالي لكل العضلات من 4 لحد 12 مجموعة، ما بزيدش عن 12 مجموعة وما بقلش عن 4 للعضلة. والموضوع ده وضى التطور بتاعي في حتة تانية، وشفت تطور لما أنا عملت الموضوع ده. يعني ممكن أقول شفت تطور في شهر، تطور كبير جدا لما أنا عملت الموضوع ده. والسبب من تجربتي في الموضوع ده، ممكن يكون العلم بيقول عكس كده وممكن يكون بيقول كده، إن الاستشفاء بتاعك بيكون أحسن لما أنت بتتمرن عدد مجاميع أقل وشدتها عالية. أنت الاستشفاء بتاعك بيكون أحسن، لأن أنت بتستفيد بكل مجاميعك، انت بتستفيد بكل مجاميعك اللي انت بتلعبها. وبالذات بقى يا باشا لو اتمرنت العضله مرتين، فانت هتستفيد. مثلا لو انت بتلعب 10 مجاميع للعضله، فانت هتستفيد بال10 مجاميع كلهم بنسبه 100%. النصيحه اللي محدش هيقولها لك، اتمرن بالعلم والعب الاشكال اللي انت بتحبها، والعب تمارينك بشده عاليه، وريح ما بين كل مجموعه والتانيه وقت كافي. انا شايف مثلا ان ملهاش وقت معين، انت شوف الوقت اللي بيريحك ايه. لما تبقى كويس خش المجموعه اللي بعدها، سخن جسمك، خش اتمرن عدد مجاميع معين وشوف تطور جسمك. لو لقيت الاستشفاء بتاعك بيطول، ساعتها انت محتاج تقلل المجاميع
شويه. لو الاستشفاء بتاعك كويس وشايف تطور، ما تغيرش حاجه، اثبت على نفس الطريقه دي واعمل بروجريسيف اوفرلود، لان ده سر البناء العضلي. لازم تعمل زياده في الاحمال التدريبيه بطريقه صح بالله عليك. ما تروحش تشتري الدمبل 50 كيلو علشان عايز تكسر وزن وواحد واقف وراك بيلعب باي، فده مش طبيعي. يا باشا اتمرن لوحدك، ولو مش قادر تشيل الوزن وما انتش قده ما تشيلهوش، وخفف وزن والعب صح. والوزن التقيل مش معناه ان هو شكله تقيل، الوزن التقيل اللي تقيل عليك انت. وتالت حاجه نخش عليها هي التغذيه. طبعا التغذيه مفيش كلام، لازم تكون بتاكل وبتدخل نسبه البروتين اللي جسمك محتاجها. بس النقطه في التغذيه اللي انا اقول لك عليها ان انت مش محتاج تاكل فوق احتياجك 1000 سعره بالكتير قوي. لو انت انسان ما بتزيدش 500 سعره زي ما الناس كلها بتقول. انا عن نفسي باكل فوق احتياجي دلوقتي ب 200 سعره، او ممكن بكون باخد احتياجي بالظبط، والحمد لله بزيد عضلات صافي ومحافظ على وزني والدنيا تمام التمام. وانا شايف ان انت تاخد فوق احتياجك ب 100 ل 200 سعره، ده هيساعدك تزيد عضلات بشكل صافي. مش محتاج ساعتها انك تعمل تضخيم وتعمل تنشيف تضخيم تنشيف، انت هتفضل ناشف طول السنه. طول ما انت مش داخل بطولات اسمع مني، مش محتاج تضخم وتنشف غير لو انت 25 كيلو، ساعتها انت محتاج تاكل الاخضر واليابس. بس لو انت بتتمرن بقالك فتره انت مش محتاج تاخد فوق احتياجك بكتير، انت محتاج ان انت تاخد فوق احتياجك باللي يخليك تقدر تتقل في الاوزان ويكون عندك طاقه في التمرين. عرفت تاخد فوق احتياجك من السعرات بالنسبه اللي تخليك تعمل كده، وفي نفس الوقت تحافظ على نسبه دهونك، فانت خلاص كده قفلت اللعبه. ورابع نقطه واخر نقطه في الفيديو، النوم. ايوه النوم، ما تستغربش. انت لو مش بتنام كويس صدقني عن تجربه انت مش هتشوف اي تطور هتتصاب. يعني انا كنت بتصاب كل يوم، كل يوم باصابه. انت مستوعب؟ كل يوم بتصاب كل يوم. انا ما كنتش مستوعب اللي كان بيحصل لي. كان اهلي بيستغربوا يقولوا الانسان ده ماله يا جدعان. ليه بقى؟ لان انا كنت بلعب بشكل جبار، مش عارف 500 مجموعه، وكنت مش عارف باكل اكل قليل، وفي نفس الوقت ما كنتش بنام. فانت لازم تنام من 6 ل 9 ساعات كل يوم في نفس الميعاد وتصحى في نفس الميعاد. النوم بتاعك يفضل ان هو يكون بالليل، لو انت راجل شغلك مثلا بالليل وما تعرفش تنام غير الصبح تمام. بس انا بقول لك نام الصبح علشان النور يبقى ضلمه وتقدر تنام بشكل افضل. فالنوم من وجهه نظري زيه زي التمرين، زيه زي الاكل، زي كل الكلام ده كله، بل هو اهم منهم كلهم، لان هو اللي هيديك الطاقه انك تعمل بروجريسيف اوفرلود، وهيساعدك في الاستشفاء العضلي علشان تقدر تزيد عضلات بشكل افضل، وان انت تطورك يبقى ماشي بشكل افضل. لازم تنام كويس من 6 ل 9 ساعات، دي نسبه كويسه جدا. ما تقلش عن 6 وما تزيدش عن 9، ده هيكون افضل حاجه بالنسبه ليك وبالنسبه ليا، وده اللي انا بعمله. ونصيحه مني، لو انت هتنام مثلا من الساعه 12 للساعه 8 الصبح 8 ساعات، لازم تكون داخل على السرير الساعه 11 قبل الميعاد اللي انت عايز تنامه بساعه. انت لو عايز تدخل في النوم الساعه 12 خليك على السرير الساعه 11 او 11 ونص، لان انت اغلب الوقت بتبقى نايم على السرير، مش نايم اساسا، انت ما بتكونش نايم. واول ما تصحى من النوم اتعرض للشمس علشان الساعه البيولوجيه عندك تتظبط وكده، وحاول مثلا ترتب سريرك الصبح عشان جسمك يفهم انك بدات، فاهم؟ يفهم ان انت خلاص بدات اليوم، فتعرف تنام بالليل كويس وما تدخلش بالتليفون الاوضه. لو حابين اعمل لكم فيديو عن النوم وعن الحاجات اللي ساعدتني من شخص كان ما بيعرفش ينام اكتر من 3 ساعات في اليوم، انا عن نفسي ما كنتش بعرف انام اكتر من 3 ساعات، لشخص الحمد لله بفضل الله، لان صدقني دي نعمه كبيره من عند رب العالمين ان الشخص يقدر ينام. ده عن تجربه. لو انت بتعرف تنام والله يا صاحبي احمد ربنا عليها جدا، لان الموضوع كان مسبب لي مشاكل نفسيه. عارف ان انا خرجت بره الفيديو، لكن بجد انا افتكرت ايام ما كنتش بعرف انام فيها. فاكيد هعمل لك فيديو زي ده، بس قولي في الكومنتات وفكرني، لان انا ممكن انسى واكتبه دلوقتي عندي. وبس كده، الحاجات اللي قلت لك في الفيديو دي هتفيدك بشكل جبار. قلت لك نفس الحاجات اللي كل شخص بيقولها لك، بس قلتها لك بالحاجات اللي هتفيدك. يعني ما قلتلكش روح اتمرن ومش عارف العب كام يوم في الاسبوع، انا قلت لك الحاجه اللي في الجون اللي هتجيب معاك. وفي التغذيه نفس الكلام، وفي الراحه نفس الكلام. فنفذ الحاجات دي باستمرار. لو عملتها لمده اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين في الفاضي، لازم تستمر عليها على الاقل سنه، وبعد سنه دي انت هتشوف تطور جبار وهتلاقي نفسك مستمر على طول. فاياك توقف، اياك تغير خطتك، اثبت على الخطه، نفذ الحاجات اللي قلت لك في الفيديو ده. لو عندك اي سؤال او عايز تبدا معايا في التدريب الاونلاين، فسايب لك لينك الانستجرام وسايب لك رقم واتساب بتاعي في الديسكريبشن، ابعت لي وابعت لك كل التفاصيل، وهوفر عليك وقت كبير جدا، وهوفر عليك كل اللي انا عملته ده بخطه كامله متكامله. فابعت لي. ولو انت حابب تحجز استشاره برضه تتاكد من حاجه معينه او تسالني عن حاجه معينه فايا كانت ايه هي، فاذا كانت في السكر او في الرياضه عامه، ولو انت برضه مصاب بالسكر فكلمني. التدريب الاونلاين لمرضى السكر والناس العاديه. واعمل لايك واعمل اشتراك، وان شاء الله اكون خفيف على قلبكم. ان شاء الله ما كنتش طولت. سلام.